هل تعرفون النجمة التي غيرت مسار السينما المصرية؟ هل تعرفون الفنانة التي اسمها الحقيقي كان بولا؟ هل تخيلتم أحدا يستطيع أن يجمع بين الفن والإنسانية والوطنية في نفس الوقت؟ من سيسمع قصتها سيتفاجأ من أول كلمة ويستعد لاكتشاف حياة مليئة بالإثارة والمفاجآت. بولا محمد مصطفى شفيق ولدت يوم 3 من شهر يناير سنة 1937 في حي عابدين بالقاهرة، لأبوين مصريين ووالدتها فاطمة من محافظة الشرقية. ليست بولندية كما اشتهر سابقا. تلقت تعليمها في المدرسة الألمانية وتخرجت سنة 1955. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما في أول فيلم لها سلطان مع فريد شوقي سنة 1958، واختار لها الاسم الفني نادية لطفي مستوحى من شخصية فاتنة حمامة في فيلم لا أنام. ومنذ هناك بدأت مسيرتها الطويلة التي غلبت قلوب الجمهور. نادية لطفي قدمت أعمالا فنية خالدة كثيرة، مثل فيلم الناصر صلاح الدين وأبي فوق الشجرة والسبع بنات والنظارة السوداء والمومياء. كل فيلم لها كان يحمل شخصيات مميزة ويضعها في قلب المشاهد. أداؤها كان متميزا وجعل نادية لطفي من أعظم نجمات السينما المصرية. ولكن حياتها لم تكن فنا فقط. في حرب الاستنزاف كانت تزور الجنود في الخنادق وتقدم الدعم والموقف المعنوي. في حرب أكتوبر 1973 شاركت كمتطوعة في مستشفى المعادي العسكري وأسعفت الجرحى. وفي سنة 1982 اخترقت بيروت المحاصرة لتقدم الدعم للمصابين وأسر الضحايا وساعدتهم على الإجلاء إلى سوريا. وكانت من أول الفنانات اللواتي شاركن في حملات حماية حقوق الحيوان وضد استخدام جلود الحيوانات في الملابس. تزوجت نادية 3 مرات. أولى مرة من الضابط البحري عادل البشاري وأنجبت منه ابنها أحمد. أحمد له 3 بنات هن ريحان وسلمى وياسمين وهن يفتخرن بجدتهن. بعد ذلك تزوجت من المهندس إبراهيم صادق شفيق وثم من محمد صبري. ولكن هناك أمور نادرة ومخفية عن العامة. كانت تقدم مساعدة خاصة للفنانين الذين يواجهون صعوبات مالية، وكانت تحمل لهم مواد وأدوات ومساعدات علمية وصحية. كانت تزور بيوت المرضى والمحتاجين بشكل سري. وكل هذه المواقف كسبتها محبة الجمهور خارج الشاشة كما في الفن. نادية لطفي فارقتنا يوم 24 من شهر أبريل سنة 2020، ولقد كانت تعاني من مرض عضال ناتج عن تقدم السن وتدهور صحتها بشكل طبيعي. وقضت أيامها الأخيرة في هدوء ورعاية من أسرتها وأقربائها، وقد توفت بسلم وراحة ورحم الله نادية لطفي. إن أعجبكم الفيديو فافعلوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات لتصلكم كل الحكايات النادرة والموثقة. واكتبوا رأيكم في التعليقات وقولوا لنا أي جانب في حياة نادية لطفي أكثر ما أعجبكم. وادعموا القناة لنستمر في جلب كل الحكايات النادرة والمثيرة والموثقة.